السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده وتكونوا بخير وما نقصكم خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال هذا النهار. لا فيديو ديال اليوم غادي يكون متميز بزاف، غادي نتكلم لكم عليه على واحد المنتوج رائع بزاف، وواحد المنتوج اللي غزال عرفتو غادي تشكروني عليه الا خديتوه واستعملتوه. هذا المنتوج هو زيت ارغان للتجميل. المهم البنات، انا في هذا الفيديو ما غاديش نتكلم لكم نهائيا باش ما تقولوش راه هذا غير اشاره ولا شي حاجه. ما غاديش نقول لكم من عد من خديته، فقط غادي نهضر لكم على المميزات ديالو، على طريقه الاستعمال ديالو، وعلى النتيجه ديالو اللي غزاله بزاف. مهم البنات، بالنسبه لهاد زيت ارغان صراحه خديته انا من عند واحد البنت اللي صراحه ثقه بزاف. كيف كتعرفوا بحال هاد الزيوت ما نقدروش ناخذوه من عند من مكان كيكونوا مزورين، كيكونوا ما مصفينش، كيكونوا ديما دايزينش في لابوراتوار. كيف كتعرفوا الزيوت راه كيما عندهم منفعه راه فيهم مضره. علاش؟ لان ملي كياخذوا مثلا زيت ارغان وكيعصروه، يعني ضروري من هذاك الزيت ارغان واخا يكون طبيعي ضروري ما يتصفى، ضروري ما يتحيد منه البارابين، ضروري ما يتحيد منه هذاك شنو سميتو، ما عقلتش عليه. المهم كيف قلت لكم انا كنت مشيت هكا عند البارافارماسي، وصراحه سولتها على الزيوت، قلت لها على واش نقدر ناخذ هكا الزيت من عند شي جمعيه من غير البارافارماسي. قالت لي لا، راه الزيوت اللي في البارافارماسي كيكونوا دايزين في لابوراتوار، وخا يكون زيت طبيعي راه ضروري ما يتحيد منه دوك المواد اللي زايدين فيه. بحال خاصو يتفلترا، يعني يتفلترا يعني يتحيد منه الزيت وتحيد منه المواد الاخرى. هذا هو الفلتراج ديال الزيوت. قالت لي اصحاب الجمعيات شنو كيديروا؟ كياخذوا مثلا الزيت، نهضروش على زيت اركان كاع، نهضروا على زيت اللوز. قالت لي كياخذوا زيت اللوز بحال هكا وكيعصروه وكيبيعوه للناس، يعني ما كيحيدوش منه هذوك المواد الخايبه. هذوك المواد الخايبه راه هما اللي كيسبوا لنا المشاكل. بحال مثلا حنايا غادي ناخذوا الزيت ما مصفاش، الزيت ما دايرينش له الفلتراج، و ودرناه هكا لوجهنا، غيولي الوجه ديالنا اسمر، غيولي وجهنا فيه تصبغات، الله يسر يقدر يجينا الكلب. علاش؟ حيت غني بالبارابين، غني بالمواد اللي خايبه. مهم بالنسبه لهاد السيده انا اللي خديت من عندها الحمد لله في هكا هي كتبيع في واحد الموقع، وفي هذاك الموقع كتحط المراحل ديال الانتاج ديال هاد الزيت ارغان ديالها، فكتبين ان الالات اللي كتعصر فيهم الزيت، كتبين الالات اللي كدير فيهم هكا الفلتراج للزيت، كتبين بانه راه دايز في لابوراتوار، راه مصرح عليه من وزارة الصحة. كتحط نمرتها، كتبان لكم بوجهها، يعني وجهها تبارك الله ما شاء الله، يعني ما عندكمش مناش تخافوا. من غير انكم ما ننصحكمش انكم تمشيو هكا عند مول ماكياج ولا هكا عند اي واحد وتاخذوا من عنده الزيت. الا كاع اضطريتوا خذوا من البارافارماسي، راه كتكون شي حاجه زوينه وشي حاجه نقيه، اما من عند شي واحد اخر راه ما نضمنش لكم. كما قلت لكم اخواتاتي، الزيت هو هذا خديته من عندها. هانتوما تشوفوا حتى لاش وصل. الصراحه كنستعملو يوميا. انا نقول لكم غادي نجيكم صريحه وغادي نجيكم واقعيه، ما غاديش نكذب عليكم. كيف كتعرفوا عندي في القناه الحمد لله، عندي في القناه المصداقيه. انا كنت خديت دابا هاد الزيت تقريبا دابا من شهر 11 خديت هاد الزيت. نتوما كتشوفوا حتى لاش واصل، هانت راه حتى لهنا. خديت هاد الزيت على اساس باش نديرو لوجهي. كان قالت لي الاخت الله يجازيها بالخير، قلت لها انا راه عندي البشره ديالي جافه الى صحت وكتقشر، فقلت لها واش يصلح ليا هاد الزيت؟ قالت لي طبعا يصلح لك لانه خاص بالبشره الجافه. فخديته من عندها، الثمن ديالو ما غاليش صراحه، كيجي هو والصابونه. انا نوريكم الصابونه، اسمحوا لي. انتم الصابونه ديالها انا دايرها هنايا، ها هي الصابونه.
ديرها في هاد البواطه باش تبقى زعما مديره، تبقاش هكا حاشكم في الحمام تتلقط البكتيريا. هانتوما الصابونه وطبيعي عرفتي راه فيها بحال ريحه الصابون البلدي والله العظيم، وهي راه مخدومه بزيت ارغان، حتى هي مخدومه بارغان. المهم هي الصابونه مازال عندي هنا، راه ما كنغسلش بها باش انا كنجيكم صريحه ونقول لكم راني انا كنغسل راني كندير الصابون، لا انا نقول نعاود لكم على التجربه ديالي. كما قلت لكم شفت عفوا خديته من عندها وصلني، بديت كنستعمل فيه، بديت نستعمل فيه يوميا يعني من الليل قالت لي خدي شويه ودلكي به وجهك، بقاي واحد ساعه المكانه عاد نعسي، داكشي اللي كندير. ولكن الغد ليه ملي انا كنفيق كنغسل نيت بهاد الصابون ارغان اللي وريتكم، كنغسل بيها وجهي. كنلاحظ بان وجهي زاد ما كيتقشر، زاد كثر في التقشار. دازت ثاني نهار لاخر اسبوع وانا كنلاحظ بان الوجه ديالي زاد كثر، بحالي انا ما كنديرش الزيت. والله العظيم البنات بحالي انا ما كنديرش الزيت، وزيت ارغان راه معروف عليها مورا الطيبه، ولكن انا ما جاتش ليا مع وجهي نهائيا. ولكن اش غنقول لكم البنات، راه ما نكذبش عليكم ونقول لكم راه الصراحه كتعطي واحد التبييض، واحد الاشراقه اللي كيقلبوا عليها بزاف بزاف ديال الناس. واحد الاشراقه ملي كنغسل هكا وجهي في الصباح بالصابونه كنشفو كيبان ليا وجهي فيه واحد الاشراقه كتلمع، وبداو هذوك البقع كيتحيدوا والتبيض، ما نكذبش عليكم. ولكن الحاجه الوحيده هي الوجه ديالي مقشر مقشر مقشر، عرفتوا لدرجه غير كندير ليكرون هكا، مع انا ما كنقدرش هكا ما نديرش ليكرون، كنديرها كل نهار هكا، كنبغي نخرج هكا نوصل الوليدات المدرسه نجيب شي سخره، فضروري انا كندير ليكرون. وانا من النوع اللي كنبغي ليكرون هكا بالفون دو طام، ما كنبغيش انفيزيبل. المهم كنبقى نلاحظ بانني واخا انا دايره ليكرون الوجه ديالي هكا بالقشور، يعني كيبان مشوه. صافي تواصلت مع البنت الله يجازيها بالخير اللي باعت لي الزيت، قلت لها راه الزيت راه ما صراحه، قلت لها راه كيعطي واحد التبييض وكيعطي واحد الاشراقه عفوا الاشراقه، وكيخفف من البقع، ولكن راه التقشير راه بزاف. صافي اسمحوا لي البنات، قطعت الفيديو على حسب تضبب ليا خوالي التليفون من الشارج وتضبب عاد تفضوا. كما قلت لكم تواصلت مع البنت اللي بعثوا ليا وقلت لها المشكل، قالت لي شوفي بقيت تستعملي الزيت ولكن ما تغسليش بهذاك الصابون، يقدر يكون هذاك الصابون ما جاش لك مع البشره ديالك. صافي داك الشيء اللي درت، حبست سميتو حبست الصابون وبقيت هكا. قلت انا كيفاش غادي ندير الزيت وفي الصباح باش غنغسل وجهي؟ فمشيت رجعت عند بارافارماسي عطاتني واحد الغسول، دابا نشاركو معكم، هو اللي بقيت كنغسل به حاليا دابا وجهي. الصراحه وافقني، ما بقاش عندي داك المشكل ديال التقشار. ولكن المشكله هو انني حبست حتى الزيت، لانني شفت هكا في واحد في التيك توك، شفت واحد الطبيبه، هذيك الطبيبه زعما تبارك الله طبيبه تجميل وطبيبه اختصاصيه في البشره، يعني اختصاصيه في البشره والشعر. كانت قالت في واحد الفيديو عندها بان الناس اللي عندهم بشره جافه بزاف ما يستعملوش الزيت. علاش؟ لان كتسد ليهم المسام، والله يستر تقدر تولي عندهم حتى اكزيما بهذاك التقشار. حيتاش انتي فيك التقشار وجهك مقشر وزدتي كديري ليه هكا الزيت، راه غيتسد لك المسام، والله يستر حتى هذيك القشره تولي عباره عن اكزيما بسبب هذاك الزيت. فصراحه خفت وحبستها. ان شاء الله دابا غيبدا يسخن الحال شويه في شهر 4 بحال هكاك. المهم انا ما ننصحش بالزيت في شهر 8 و9، راه خايب بزاف، لانه واخا كنغسلوا وجهنا كيف كتعرفوا بان الزيت راه كتمتصوا البشره بواحد الدرجه اللي كبيره، واخا كتغسليه راه كيبقى. انا ان شاء الله في شهر 4 بحال هكاك 5 غادي نتبع هذا الزيت، لان في شهر 4 و5 ما كتبقاش عندي البشره جافه. انا اصلا بشرتي دهنيه، انا ديما كيجيني الحبوب، فانا بشرتي دهنيه، ولكن في فصل الشتاء وفصل الخريف كتولي عندي بشره جافه لاقصى درجه. فهمتوني البنات؟ لان اصحاب البشره الدهنيه هما اللي كتنشف ليهم في فصل الخريف، هما اللي كتنشف ليهم. كما قلت لكم البنات ان شاء الله هكا في شهر 4 غادي نبدا نعاود ندير هذا الزيت، لانه لاحظت فيه كيعطي واحد ليكلا زوينه للبشره، ما غاديش نفرط فيه.
وكما قلت لكم انا هضرت لكم على تجربتي الصريحه، ما بغيتش زعما نقول لكم انا كنت انا دايره اشهار. غادي من الاول غادي نقول لكم الزيت وافقني، الزيت حيد ليا القشور، الزيت رطب ليا وجهي، ولكن الحمد لله انا جيتكم صريحه، ما نبغيكمش انكم تسوق عليكم الله يستر شي حاجه في وجهكم. قلت لكم الزيت زوين بزاف كيبيض وكيحيد البقع، ولكن اللي سمعت انا بان الطبيبه كتقول الناس اللي عندهم هكا بشرتهم جافه بزاف وبشرتهم كتقشر ما يديروش الزيت. علاش؟ حيت كتقدر الله يستر تولي لهم واحد الاكزيما. المهم انا غادي نوريكم الزيت من هنا كيفاش داير. ها هو شفتوا الزيت كي داير. وهذا الزيت مكتوبه فيه هكا المكونات، مكتوبه فيه المعلومات ديالو. مهم الزيت زوين بزاف. بالنسبه لطريقه الاستعمال كما قلت لكم راه كديروه من الليل حتى الليل، حتى تبغوا تنعسوا كتغسلوا وجهكم مزيان، كديروا الزيت في الصباح ملي كتفيقوا اول حاجه كديروها هي ديروا ديروا هذا الواقي الشمسي ديالكم ضروري ومؤكد. بالنسبه للبنات حاليا انا كندير وجهي غير هذا كريم مرطب ديال لا روش بوزي، وهذا هو اللي وافقني وجا معايا، وهذا الصراحه هو اللي جا معايا حاليا في هذا الفصل. هذا اللي شويه مخربق هو هذا اللي وافقني، وان شاء الله غادي نعاود ندير الزيت ونبقى نستعمل حتى المرطب باش نتفادى هذيك القشور. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يعجبكم وتكونوا استفدتوا معايا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي. وواحد الحاجه البنات اللي بغاو يشريو الزيت خلوها لي في التعاليق. السلام عليكم.